اهلا بيكم في بودكاست جديد، بودكاست يوم الجمعة عن بعض الروتينات المفروض نلتزم بيها خلال اليوم للوقاية والحماية من كل ما له علاقة بالمؤثرات الخارجية السلبية. وحابة برضو ان انا اقول لكم في البداية ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه في البودكاستات اللي جاية، وكمان لو البودكاست عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب لو حابين تشوفوا الفيديوهات او البودكاستات اللي انا ممكن انزلها الفترة الجاية. طيب، روتين مثالي للتغلب على السلبيات ده للروتين، وحاجة كده عاملة زي التعافي بالروتين. بس التعافي بالروتين ملوش علاقة لا بطبخ ولا بلبس ولا بأي شيء له علاقة بالترويق وتنظيم المكان. ممكن الحاجة الوحيدة اللي هناخدها معانا في البودكاست ده هو تنظيم المكان، بس مش هنقتصر عليه بنسبة 99% مثلا. احنا ممكن نقتصر عليه بنسبة 55% او 50%، مش اكتر من كده. يلا بينا نبتدي البودكاست. واول روتين حابة يبقى في روتين اليوميات بتاعكو او الصباحي، او وقت ما تصحوا على طول، وهو اذكار الصباح. كل يوم تتقرأ قبل ما نبتدي ننزل الشغل، لو كنا بنشتغل من البيت اونلاين او حتى بنشتغل برا، او لو ما بنشتغلش وعايشين مع ناس سواء كان زوج اهل. كل ما له علاقة بالتغلب على السلبيات هيضيف في يومنا، حتى لو احنا ما كناش بنعمل اي انجازات بسيطة. بالعكس ده كمان ممكن يدينا شعور بالانجاز، ويدينا بعض الانجازات الصغيرة اللي ممكن نكون عاوزين نحققها في الايام اللي جاية. اذكار الصباح والمساء، خدوا بالكم ان انتوا تكتروا شوية من القرآن الكريم، يعني يبقى فيها آيات قرآنية أكتر من الآيات اللي ليها علاقة بالأدعية. هنركز بس على دعاء اللهم اجعل من أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعلني نورا واجعل لي نورا، وفي سمعي نورا، وفي أذني نورا، وفي بصري نورا. وياريت نذكر الأعضاء كلها بالنور علشان اليوم كده يبقى نشيط، ويبقى فيه الأعضاء كلها حاسة بالإيجابية والنشاط. الأذكار هتدينا دفعة لتنظيم اليوم بتاعنا، لو هنعمل تو ليست أو حتى ممكن ننظم المكتب، السرير، ومن هنا طبعا هيبتدي اليوم. كده خلصنا أذكار الصباح في أول اليوم. تاني حاجة هنعملها في الروتين بتاعنا، هنبتدي نكمل الروتين ده من بعد صلاة العصر. يعني هنصلي العصر ونعمل الآتي. أول حاجة قبل ما نخلص الصلاة، اللي هي بقى نشيل المصلية ونقلع الإسدال كده ونتأقلم على ان احنا هنقوم نعمل حاجة تانية، واحنا قاعدين كده بعد ما نسلم على طول، هو قبل ما نخلص بقى الصلاة عموما، ابتدي اقول اذكار المساء بمنتهى السرعة. عشان ايه؟ محصلش كروته او محصلش اي حاجة في اليوم، ونبقى ادينا لنفسنا الحماية التانية على طول من بعد صلاة العصر. تمام؟ يبقى من بعد صلاة العصر على طول هنصلي العصر وهنقول اذكار المساء على طول كده. وزي ما قلت اذكار المساء يبقى فيها نفس الحاجات اللي بتاعت اذكار الصباح، ما عدا طبعا الادعية اللي هم بك امسينا هنقولها اصبحنا، او اللي هم بك اصبحنا هنقولها امسينا. لازم نكتر آيات قرآنية عشان الآيات القرآنية طاقتها عالية جدا، فناخد طاقة نور في منتصف اليوم. تاني حاجة على طول هنعملها بعد أذكار المساء لمدة 5 دقايق استغفار. 5 دقايق استغفار. الاستغفار هيبقى كالآتي: يا استغفار استغفر الله بتأني كده ونفتكر الأخطاء اللي احنا بنعملها، يا إما نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء ده أصلا سحر، اللي هو استغفار ودعاء وحاجات كتير قوي، وإقرار بالتوحيد. يعني الدعاء شامل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بصراحة أنا بعمل الاستغفار بس بعد صلاة العصر، يعني أستغفر الله أستغفر الله لمدة كده 30-40 مرة، 5 دقايق بتنفس شهيق وزفير محترمين، وبعدين بخلص وبقوم. قبل المغرب بساعة ببقى قاعدة عاملة شيء اسمه
تسبيح مع العصافير والكائنات اللي عمالة تسبح بره. مثلا كده لو فتحنا الشباك او فتحنا البلكونة وابتدينا فعلا نسبح مع الطيور اللي عمالة بتسبح في التوقيت ده، فبنبقى احنا والطيور بنسبح. دي شيء في منتهى الروعة بجد، هيضيف ليومكم تأثير مش طبيعي. اعملوه بس كده لمدة شهر وشوفوا هتبقى الايام بتاعتكم عاملة ازاي. التسبيح هيبقى عبارة عن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. على قد مقدرتنا قولوا، مش هفترض عليكم رقم معين، بس انا ما بوصلش لل100، عشان لو انا قلت لكم اعملوا 100 مرة انا ذات نفسي ممكن ما اوصلش لل100، فممكن 40 50 كويس قوي. طبعا مع الوقت هنبتدي نزود بعد ما الروتين ده يبقى قوي كده او ممكن وثابت. سبحانك وبحمدك سبحانك يا عظيم. اي صيغة من الصيغ اللي انتوا حابين تقولوها قولوها، انا مش هفترض عليكم صيغة معينة ولا كمان رقم معين، بس وقت ما تحسوا ان انتوا كفاية خلاص كفاية، ما تضغطوش على نفسكم. في وقت وتنفس كده شغال والموضوع بقى مثالي وعجبكم كملوا. هو بصراحة الموضوع يعجب، انتوا والعصافير في التوقيت ده بتسبحوا وشغالين تسبيح كده وتعظيم في الخالق وفي خلقه اللي هو نفسك او نفسك. كده احنا مش عارفة تقريبا وصلنا رقم 4 او المهم رقم 4 الحوقلة معجزة. يعني انا ما بروحش اقول لربنا يا رب انا قادرة ساعدني، لا، انا بقوله لا حول ولا قوة بي الا بك يا الله. بس دي مثلا ممكن نعملها 20 مرة في اليوم بعد التسبيح مباشرة، اثبات واقرار ان انتوا برضو محتاجين ربنا في الايام اللي جاية، في اليوم ده، في كل التوقيتات اللي ليها علاقة بالايام اللي ممكن تبقى سيئة اكتر، فاحنا ممكن نزود ل40 و80 على حسب بقى، و100 كمان. هنبتدي نخلص قبل ما المغرب يأذن، يعني أذان المغرب، لمدة 15 دقيقة تنفس شهيق وزفير، بس نخلي بس عملية الشهيق والزفير تطول شوية. التنفس يبقى من البطن ونخرج كل الهواء اللي موجود في البطن كده على الآخر لحد 15 دقيقة كويس قوي في اليوم لمدة شهر. برضو الروتين ده امشوا عليه لمدة شهر وشوفوا هل فعلا في تغير ثابت. حتى الاشخاص اللي بيعاملوكوا هتلاقوا في السلوك حاجة كده ليها علاقة بالكلام الطيب، وده البوينت رقم 5 او رقم 6 مش فاكرة. الموضوع هيبقى له علاقة بالكلام الطيب. انا مش هقول لكم لو حد اذاكم ما تاذوهوش، ولو حد مثلا جرحكم بكلمة ما تجرحوهوش، لا، الموضوع مش كده. بس احيانا الاشخاص اللي احنا بنبقى عايشين معاهم توكسيك مثلا، عندهم ايجو زيادة، نظرات، غرور، كلام قاسي في بعض الاحيان، فنحاول نقلل احنا الكلام الصعب بتاعنا، يا اما ما نقولش خالص كلام صعب علشان الكلام الطيب ده يبقى له علاقة بتقربي بالله، اللي هو ده هيقربني من ربنا على قد طبعا ما اقدر. انا مش همسك نفسي لدرجة ان انا ضبط الاعصاب، بس على الاقل انا هعرف اللي قدامي ان انا وانا ضبط اعصابي متضايقة، كده كفاية كلام كده في الموضوع ده، انا مش محتاجة اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. وهكذا مع التحسينات اللي انا بقولها في الاول جودة الحياة هتبقى اعلى شوية. البوينت مثلا رقم 6 اللي هقولها لكم في الاخر، وهي دوموا على قراءة القرآن. انا عارفة ان اغلبيتنا بيبقى مشغول، بيبقى محتاس، عنده 100 شغلانة ينفذها، بس احنا موجودين هنا في الدنيا علشان نحجز كرسي في الجنة، فمش عاوزاكم تنسوا الكلام ده، وياريت نتدبر في القرآن مش نقرأ بس. انا عارفة ان الموضوع ممكن يكون صعب، بس لازم نحط خطة ونحط وقت، او لو احنا مش قادرين نعمل الكلام ده نعمله بتايمر التليفون. لحد هنا يبقى البودكاست خلص، اشوفكم في بودكاست جديد، مع السلامة.